السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. المدارس بدأت خلاص وكلنا محتاجين يوميا عيش فينو عشان سندوتشات الولاد. طيب ايه رأيكم بقى لو نعمل العيش الفينو ده في البيت بأقل التكاليف وطعم بجد، يعني حاجة تحفة تحفة، ومش هيكلفك حاجة خالص وصحي ونضيف. نقول بسم الله ونبتدي بالمقادير. معايا أول حاجة 200 ملي من اللبن، معايا بيضة، معايا 3 معالق كبار من السكر، ومعايا كيس من الخميرة. قلبت الكلام ده كله كده كويس مع بعض. انا واثقه من نوع الخميره بتاعي فمحتاجتش ان انا اسيبها تخمر. قلبت بقى الكلام الحلو ده كده ونزلت عليه بالدقيق بتاعي. الدقيق يعني على حسب ما هتحتاجي وحسب الكميه اللي انت محتاجاها وعرق الدقيق بتاعك. كل ما اللبن هيحتاج دقيق هتديله شويه بشويه لما توصلي للي انت عاوزاه. طيب انا عاوزه بقى العيش بتاعي يكون طري قوي وما ينشفش، ولو قعد معايا كام يوم يكون بنفس الطراوه وبنفس القوام بتاعه وما يفرولش معايا، ويكون طازه وكاني لسه عاملاه دلوقتي. عشان كده بقى انا نزلت بعلبه زبادي كبيره حوالي 170 جرام على العجينه بتاعتي. ده هيحافظ على العجين انه يفضل طري وان السندوتشات بتاعتي هتفضل طازه وطريه معايا. سبت بقى العجين بتاعي يخمر كده ساعه وبعدين هبتدي اشتغل فيه. نزلت بقى العجين بتاعي، قسمتها على قطعتين وابتديت ان انا افرد فيها كده كلها. انا هعملها رول على بعضه، فبالتالي انا هفرد الكرة كلها مرة واحدة. وهبتدي بقى ايه النشابة بقى تساعدني. انا عاوزة اديها الشكل المستطيل على قد ما اقدر عشان يساعدني ان انا اعمل رول واقسمه بسهولة. عملت بقى الرول كده، هنزل بقى ايه بالقطاعة بتاعتي بقى هقسمه كده. هي معايا حوالي 10 قطع او على حسب الحجم العيش اللي انت عاوزاه، يعني مش شرط ترتبطيش بعدد قطع معين. حبة كبير، حبة صغير، حبة وسط، يعني حسب رغبتك انت هتقطعي العيش. قسمت كده بقى لقطع وهبتدي بقى اكور القطعة دي كده قطع قطع، اكورها كرات كده صغيرة على حجم رغيف العيش اللي انا عاوزاه. جيت بقى على القطعة التانية اللي انا كنت سايباها وهعمل معاها نفس الطريقة. خلاص انا كورت ده وسبته بقى كده غطيته عشان يفضل طري وما ينشفش معايا. وابتديت اعمل القطعة التانية، فردتها خلاص وقطعتها، وكمان هي كورتها وسبتها برضو ان هي متغطية عشان تفضل معايا طرية. بدأت بقى ان انا اعمل شكل العيش بكل سهولة. هفرد قطعة قطعة كده وهبتدي اديلها رول تاني. واهم حاجة ان انا هقفل الجوانب واقفل الطروف كويس جدا، بحيث ان الرغيف بتاعي ما يكونش داخله هوا ويكون خبزه ممتاز. هاكد بقى كده ان انا اعمله رول كده تاني بحيث ان اتاكد انه ما عادش فيه هوا خالص. وبنفس الطريقة دي هخلص كل الكمية اللي عندي اعمل بيها كل كورة تعمل معايا رغيف. خلصتهم بقى كده ارصهم في صينيه مدهونه زبده، او ممكن لو عندنا ورق زبده، وهرص العيش عليها واسيبه كده ياخد وقته شويه العجينه ترتاح وتختمر. وابتدي بقى اكمل انا عندي باقي الكرات اللي انا سايباها على جنب. هبتدي بقى افرد كده كوره بكوره واعمل العيش بتاعي. عمايله سهله جدا مفيش فيه اي مشكله زي ما احنا شايفين. هبتدي رول واقفل، اهم حاجه ان انا اقفل الطروف واقفل الحروف بتاعته كويس، وابتدي ايه بايدي تاني كده بحيث ان انا اتاكد زي ما قلنا ان هو مفهوش اي هوا خالص عشان يكون ناجح معايا. طريقه سهله جدا جدا مفيهاش اي تعقيد خالص خالص، بجد يعني هتوصلوا لنتيجه مرضيه ان شاء الله. وهتوفر عليكم بقى زحمه الفران وغلاء الاسعار والنزول كل يوم عشان نجيب عيش وكل الكلام ده. في البيت بأقل التكاليف وبأقل حاجة، بس شوية دقيق كده وشوية لبن عملنا أحلى سندوتشات فينو. عايزة اقول لكم ان العجينة دي ممتازة، يعني نقدر ان احنا نعمل بالعجينة دي اي مخبوزات احنا حابينها. ممكن يعني انا شلت كده جزء على جنب وعملت بيه زي بوريك كده بالشوكولاتة للأطفال بيحبوها. أنا لازم طالما في معجنات يبقى لازم أعمل حاجة بالشوكولاتة، ده أساسي لازم. فعملت لهم جزء كمان قرص كده او بريك بالشوكولاته، كان برضو لذيذ جدا. ممكن كده مع كوبايه لبن الاطفال يفطروا او يتعشوا بيه، حاجه مغذيه كده وعلى السريع. خلصت بقى انا كده العيش بتاعي ورصيته. هبتدي بقى ايه في البريك بتاعي كده حشيته بالشوكولاته. طبعا الحشو براحتك، ممكن تحشي بجبن اي نوع جبن حباه، ممكن حتى لو ساده على فكره، بس يعني الحشو بيديله
طعم تاني. لكن الشوكولاتة يعني الاطفال عامة بيحبوا الشوكولاتة اكتر حاجة. بنفس طريقة اللي عملنا بيها العيش هنقفل برضو الطروف كويس والحروف بتاعته، ونتأكد ان هو مفيش فيه هوا. يعني دي تركية مهمة جدا عشان نجاح المخبوزات بتاعتنا، ان نتأكد ان هي مفيش فيها هوا خالص. قفلنا بقى كده وتأكدنا. شايفين بقى العيش بتاعنا عامل ازاي بعد ما اختمر؟ يعني ما شاء الله بقى. عملت انا جزء سادة وجزء بالسمسم. طبعا دهنا الوش ببيضة ومعلقة لبن كده عليها وفانيليا، ودهنا الوش. ده بقى اللي بالسمسم بعد ما خرج من الفرن. شايفين بقى اللون والشكل بتاعه عامل ازاي؟ تحفة تحفة تحفة. واخد بقى لمعة كده ايه جميلة جدا. ممكن كمان مكعب زبدة كده يكون طري وهو خارج لسه سخن، تديله كده بالفرشة زبدة. وطبعا رشة المية للمعجنات اساسي. شايفين بقى احنا كده العيش بتاعنا فاضي مفرغ ازاي من جوه، وشايفينه طري ازاي وهش. بجد خطير خطير. وكمان بوريك الشوكولاتة الهش الجميل اللي زي القطن. اشوفكم فيديو جاي على خير من اكلة ماما. سلام.